مقدمة الدوري. وعقد السويسري مارسيل كولر جلسة مع لاعبي النادي الأهلي، شدد من خلال هذه الجلسة على ضرورة حسم مباريات الدوري بما فيها مباراة الاتحاد السكندري وحصد نقاط المباراة الثلاثة واحتلال المركز الثالث مؤقتا لحين اكتمال المباريات المؤجلة للنادي الأهلي. وعمل السويسري مارسيل كولر على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبي النادي الأهلي في مباراة فاركو الماضية التي فاز بها النادي الأهلي ب2-0. برضو لضمان تحقيق انتصار جديد على الاتحاد ضمن خطة استعادة المركز الأول في جدول ترتيب الدوري، وطلب السويسري مارسيل كولر من اللاعبين بضرورة الالتزام بالجوانب الخططية والنواحي التكتيكية واستغلال الفرص وامتلاك الكرة والضغط على المنافس.